اراضي منا تلقاها ماليه، تجي ترجع الاراضي منا تلقاها، فهمتني يا خويا، نيجيريه. اللي هنا خويا فرنسا هي اللي صنعت هذه الارض، نطالبوا بارضنا، نساندوا في انت اخينا، هم يساندونا نحن انت منين نساندوهم. انت وين انت العيب في هذا؟ على ما ديرش على ما يا ديرش صاحبي حقها باج. مشروع يا الجزائري، حقها مشروع. تونس تطلب تبسه وتطلب كامل، اسمح لي حقها اسمح مشروع. لي على ما اسمح لي برك هاني. على ما تحلش الباج تاعك وتطالب غير بالامور تاعك برك، نطالب ولا ونطلع تصبح نطلع ويجوني تندوف. الاخوه الكل، حتى الاخت وما تجيني لللايف، الناس الكل تجيني نحل في اللايف ونطالب بارضي، والكثير من التوانسه يطالبوا بارضنا ونساندوهم ويساندونا. وهذيك هي لانها اراضي موجوده حجاج وموجوده حتى في ارشيف فرنسا، اللي هي اراضي تونسيه واراضي مغربيه، وهم كذلك انت يطالبوا الجمهور منين من يساندوه في اللي تونس؟ هما. منين من تونس برك منين؟ هاي منين من تونس؟ انا من ولايه توزر، حدوديه على واد سوف، تبتعد على واد سوف من 60 تونس، هو كيلومتر. تونسي تونسي فهمتني؟ كامل، ما كيعرفش بارك هو الله ماشي فيك. عنصري. لا عنصري يا صاحبي، لا هم باش عنصري يا يقولوا صاحبي. مغربي، باش يقولوا مغربي. كيف من تونس؟ كيفاش لا من تونس؟ ماشي كي قلت لك سما انا قلت بالكش راك مام با ماكش في الحدود تاع الجزائر وقاعد طال. المهم هذا ما كان، اسمح لي ربي يعينك. يا ربي يعينك اخويا، مانيش نحكي معاك يا صاحبي. يا ادم، انا مانيش نسقسي فيك، انا طلعت على جال تونسي انايا. انا ما درتش معاتهم، انا مام با ما درتش مام با معاتهم، انا ما درتش مام با كلمه عيب. انا درت مع التونسي وبارك الله فيكم، ربي يعينكم. هذا ما كان. بارك الله فيك يا الجزائري، هذا الجزائري محترم. مع السلامة. هو محترم، قال لك انا ما جيتش نكبر روحي، هو يرحم في اللايف. هنا راني ما نحبش الحاجات اللي تتعدى، نطلع انا واللي يسب نمسح به الارض، واللي يسبها نمسح به الارض. سهل العمليه. والمرأة يسبوا المرأة ما يحكم على بالهمش. السلام عليكم. يعني احترام. الله فيك. الله يعزكم، الله يعزكم. راك المغاربه انتم راكم ساعات كطلعوا معانا كيقول لك الجزائريين هذا لاف مغربي، فهمت؟ يرحم بكم كدوا براسكم. السلام عليكم خوتي، نقول لكم كلمه وننزل. حنايا المغاربه كنا مع تندوف حره مستقله، فلتسقط الجزائر ديوت يا الشييعي يا الكلبه الكلاب. الجزائر ما بغينا تسقط. الجزائر خليها في بلادها، وحنايا في بلادنا دولتنا تندوف وتونس يعطوها حقها، والجزائر تلقى بلاصتها. احنا خوتنا الجزائريين خوتنا المغاربه خوتنا التوانسه. انا كتونسي. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. نجموا تعطوني كلمه بربي؟ انا تونسي. انا تونسي وباش نوجه الكلمه للاخ التونسي. تفضل. هم في بعضهم تندوف الصحراء الغربيه، هات شنو علاش انت طالع كتونسي وداخل في المواضيع زي هذه؟ خليه سكر لك الميكرو اخونا المغربي. لحظه سكر لي تنعطي لمحه كانك ماكش دارس التاريخ. انت انا قريت التاريخ ابو بزيد، استناني. انت سامحني اعطيني كلمه. انت تحبني لهنا نتغاضى او نصرف النظر على ما حدث في قفصه، في ولايه قفصه التونسيه؟ تحبني ننسى 77 جندي اللي قتلوا النظام الجزائري عندما طالب بورقيبه باسترجاع الاراضي المنهوبه من تونس اللي هي تمثل حقول الغاز وحقول البترول؟ تحبني ننسى الكلام هذا؟ انا لا ما ننساش بابا بزير. كان باش تجي انت تعطيني درس في اش دخلك ولا اش دخلك. انا نسيت اسمعني، احنا نساندوا في بعضنا، عندنا شريط كامل منهوب من الارض التونسيه. خليني نوصل لك الفكره باش تفهم بابا بزير وبعد جاوبني. بيسيرش لمن باش يهبطك، مش باش يهبطك حد درو. خليني نوصل. تهبطني تفضل. لا ما يهبطكش. خلينا نعطيك فكره على الموضوع، خلينا نعطيك فكره يا اخوي على الموضوع. خلينا نتكلم باهي. اللي هنا اخي الغالي اللي يكذبوا عليك يقولوا لك كلمه عشنا في الظليمه هذوما. انا نعطيك الحقائق
الحقائق الكل. عندما اقتطعت فرنسا هذه الاراضي من تونس، وكذلك اقتطعت اراضي من المغرب وقدمتها ضمتها الى مقاطعه واحده اللي هي الجزائر، فقط لكي يسهل عليها التعامل مع مقاطعه واحده فقط، كي لا تكثر عليها الجبهات. فهمتني؟ هذه نقطه. النقطه الثانيه، فهمتني، عندما طلبت فرنسا من كذلك من محمد الخامس، وكذلك طلبت من بورقيبه عدم تمويل الثوار الجزائريين انذاك، وسيتم اعاده الاراضي المقطوعه اليهم، فرفض بورقيبه وكذلك رفض محمد الخامس. خلينا نحكي على تونس. رفض بورقيبه وقال انا ساتعامل كذلك، انا الجزائريه عارفين الارض ارضي، وانا ندافع مع الجزائريه خير، وكي يستقلوا عارفين الارض ارضي وترجعوا لي ارضي. وكان ثم معاقده، ثم وثيقه في الامر هذا، سواء من المغرب للجزائر او من تونس للجزائر، كانت ثم وثيقه. اللي هنا شنو عمل بوخروبه اللي هو هواري بومدين؟ كيف اخذ الاستفتاء وهو ليس باستقلال. كما تعلم ان الاستقلال يتم عن اجلاء اخر مواطن او اخر جندي من الاحتلال، فهمتني، من ذلك البلد المحتل. هنا ما صارش عندهم هم اجلاء اصلا، ولم يصير استقلال اصلا. وانا اتحدى اي جزائري انه يعطيني ولو لمحه او في موقع باش يلقى لي انهم عندهم استقلال. كيف تبحث في مصر تلقاها مستقله من الانجليز، كيف تبحث في تونس مستقله، تبحث في المغرب مستقله، تبحث في الدول المحتله الكل تلقاها اخذت الاستقلال، لبنان والى اخره. الا هنا هم ما تلقاش الاستقلال. باهي، شنو عمل، نرجع لك الموضوع، شنو عمل هواري بومدين عندما استقلت الجزائر، يعني تحررت الجزائر باستفتاء شعبي. الا هنا دار على الحبيب بورقيبه. شنو عمل الحبيب بورقيبه؟ طالب فرنسا باعطائه الارشيف الفرنسي والخرائط القديمه، وهي موجوده في ارشيفنا كذلك التونسي، موجوده حتى في الارشيف المغربي والايطالي والاسباني، فهمتني، وحتى في ارشيف الامم المتحده موجود. الا هنا اخي العزيز شنو عمل بومدين اللي يقول لك قصينا الكهرباء والى اخره. الا هنا اتفق، اول ما عمل اتفق مع قطع الكهرباء على منطقه صغيره جدا، هي في أقصى جنوب، معناها في أقصى ولاية توزر، في أقصى جنوب، قرية بها 15 منزل، إلى حد الساعة فيها 24 منزل أو 25 منزل. اقطع عليهم الكهرباء لانهم عاطينها الجزائر، لان هذه القريه قريبه جدا من الجزائر وبعيده على تونس بعض الشيء، يعني اقرب لها من اللي هي الجزائر 2 كيلومتر. باهي، الا هناك اقطع عليها الكهرباء، كلموا بورقيبه في التليفون، قالوا الكلمه واحده، راهم يكذبوا، يقول لك كلمه بتنفذ لما والله ما قالها. قال له اسمع يا بومدين، قال له انا على بالي كنت نكلم فيها راجل، طلعت تونس، فهمتني. شكون تدخل الا هنا؟ تدخل الحسن الثاني. الحسن الثاني ارسل 2 طائره، وقتها كان المغرب وقتها عندها طياير، لانها الناس الكل خارجه من الحرب، ما تماش طياير. عنده 2 طيائر الكونكورد قديمه، وعنده طائره لنقل المسافرين. بعث طائره لنقل الجنود التونسيين من تونس قرطاج الى ولايه قفصه، وبعث 2 طيائر كونكورد كذلك لحمايه قفصه، وكذلك بعث فرقه كوماندوس لولايه نفطه اللي هي في بلادي انا في توزر. بعث فرقه كوماندوس لحمايه بورقيبه، وقتها كان يتواجد في وسيل صحراء بالاس بنفطه، فهمتني اخي العزيز. وكتجي انت تقول لي لهنا واش دخلك تحكي بيناتهم؟ انا نساندهم على ارضهم هذيك اللي تشوف فيها جمهوريه تدوف، كذلك نساند المغرب على تلمسان، كذلك نساند المغرب على تلمسان، وكذلك انا نطالب ارجاع ارضي، فهمتني. كانك انت بن عمي غايدين كتزيريه اللي يشتموا فيك ليل نهار، ويسبوا لك في عرضك، ويسبوا لك في اصلك، ويسبوا لك في بناتكم، ويقول لك بلاد تونس دربوك والى اخره. هم راهم، نعطيك انا الفكره شنو قاعدين يعملوا. الفكره الممنهجه اللي عند الشعب هذا هو صحيح ماهوش الكل، ثم اشراف نحترمهم والجزائري الاحرار نحترمهم، لكن اغلبيه 80% من هذا الشعب مقسم الى قسمين، قسم ضئيل جدا، نقول 10 في الألف، هذوما يدعون التقيه، يعني لامتصاص الغضب، والاخرين يشتموا ويعايروا ويسبوا. يعني يجيك 1000 واحد منهم كرغولي يجي يشتمك ويسبك، ومن بعد يجوك زوز بركه بعد ال1000 اللي يسبك، يجوك زوز بركه ويقول لك احنا خاوه واحنا الى اخره، يحاول يمتص منك الغضب. اللغه هذه ما عادش نحبها انا، المثل بالمثل يا خويا. باش تجيني انا تقول لي فتنه، برمشي انا استغلوهم كما ارادوا، فهمتني، حطوهم يعني ككبش فداء، من حقهم المطالبه بجمهوريه تندوف. انا قاعد نحكي في كلام الحق، انا ماشي هزتني العاطفه اخي الكريم، فهمتني. كذلك نساند المغرب لانها ارضها، صحراءها المغربيه، وكذلك تلمسان مغربيه، والعالم كله يعلم هذا،
فهمتني يا اخي الكريم؟ نجم لكن نتكلم، انت كتجيني نجم تفضل. نجم. فوالا. انا ما عندي حتى ضغينه لا على المغرب، لا تندوف، لا الصحراء، لا الجزائر، لا تونس. انا عندي حاجه واحده، نورمالمون راكم الناس كل ايد واحده وراكم دوله واحده، وراهو لا حد يسب في حد، وراهو لا انسان يمس انسان. بالنسبه لتونس خويا، تونس محميه فرنسيه، سلمت ارضها لفرنسا، وقت اللي محمية خرجت شرب، فرنسا محمية رب ورمك القحبة محمية.